السلام عليكم. أهلا بيكم في قناتي المتواضعة طبخة وشنطة مع هبة. يا رب قناة تكون خفيفة على قلوبكم. النهاردة هنعمل مع بعض كفتة الرز الجميلة السهلة اللي ما فيهاش أي مشكلة، اللي هتبقى متماسكة ومش هتفك مننا ولا أي حاجة. امشوا بس بالخطوات اللي أنا هوريها لكم وإن شاء الله هتاكلوا أحلى كفتة رز طعمها يجنن. اهم حاجة اللي ما اشتركش في القناة يشترك ولايك وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وصلوا على النبي يا جماعة ونبتدي الفيديو بتاعنا ببسم الله. انا معايا كيلو رز غسلته وصفيته، ما نقعتوش ولا ثانية، ما نقعتوش نهائي. غسلته وصفيته وفرشته على فوطة كمان عشان انشفه، وهبتدي اطحنه في المطحنة بتاعة الخلاط لحد ما يبقى بودرة زي ما انتوا شايفين. خلص الكمية كلها وهقول لكم هنعمل ايه مع بعض. انا كده خلصت كمية الرز كلها طحنتها. معايا راس ونص توم، بصلاية وسط، فلفلية، ومعايا خضرة كزبرة وشبت غسلهم كويس جدا ومنضفاهم طبعا، فرشتهم على فوطة عشان ننشفهم كويس جدا. ومعايا كيلو لحمة مفرومة هي وش واحد من عند الجزار. كيلو لحمة مفرومة على كيلو الرز. في ناس بيعملوا الرز اقل، بس انا بعمله بالمقدار ده بيبقى مظبوط جدا. هفرم البصلاية والثوم والفلفلاية والخضرة في الخلاط، افرمهم فرم ناعم، وبعد كده هنزل عليهم بكيلو اللحمة وكيلو الرز اللي احنا طحناه، عليهم التوابل بتاعتنا: ملح، 7 بهارات، فلفل اسود. دي بهارات كفتة رز. واعجن الخليط ده كويس قوي على ايديا الاول، اخلطهم واجنس خليهم يتجانسوا مع بعض، وبعد كده هضربهم في الكبة تاني. انا هديلها فرمتين، دي اول فرمة. خلص الكمية كلها وهوريكم الفرمة التانية كمان. دي اول فرمة زي ما انتوا شايفين كده. هفرمها كمان مرة اهي. سهلة جدا ما فيهاش اي مشكلة، ومن غير زيت ولا اي حاجة. هصبحها وهوريكم. بصوا العجينة عاملة ازاي في ايديا، تحفة ما شاء الله، متماسكة ومش بتلزق في الايد خالص، وبدون زيت، واتبرمت معايا على طول. انا هوريكم طريقتين لتخزينها بقى. انا ساعات بصبحها واحطها في اطباق فل زي ما انتوا شايفين كده، وما بين كل طبقة والتانية بحط كيس. هعمل كمان دور تالت واقفل بقى كده. دي طريقة تخزين. هوريكم الطريقة التانية. انا بجيب الكيس بحط فيه قطعة الكفتة اللي انا هطبخها، وافردها كويس قوي في الكيس. افردها ابططها كويس قوي، خلاها رفيعة. دي طريقة ودي طريقة، والاتنين احلى من بعض. يلا نحمرها مع بعض واوريها لكم وهي طالعة من قلب الزيت، متماسكة وجميلة جدا، وبسم الله ما شاء الله
في الصلصة كمان تحفة اهي. دي الكفتة بتاعتنا وهي متصبعة اهي كمان قبل ما نحمرها. تعالوا نعمل الصلصة بتاعتنا بقى. حلة، بصلاية صغيرة فيها شوية زيت على سمنة، هشوح البصلاية لحد ما تصفر لونها ما يغيرش خالص، واحط معاها معلقة توم اشوحها كويس قوي ريحتها تطلع، وبعد كده اضيف عصير الطماطم، ملح، فلفل اسود، كزبرة، كمون، بس. واغطي لحد ما تبتدي قرب ما تتسبك. اضيف بقى بطاطسايه، انا بحب احط للكفته بطاطسايه. حطيت بطاطسايه هتدي يا دوبك 3 دقايق بالظبط، وهقوم ضايفه الكفته تكمل بقى سواها مع الكفته. البطاطس تكمل سواها مع الكفته، هيطلعوا الاتنين مظبوطين جدا في السوا. بسم الله ما شاء الله. شوفوا الكفته بتاعتنا ولا فكت ولا شققت ولا اي حاجه، بسم الله ما شاء الله، ومتماسكه جدا، وكان طعمها يجنن، وتوابلها مظبوطه. يا رب تكون عجبتكم، والسلام عليكم.